السلام عليكم. طبعا وياكم محمد. زين، نطب قبل خصوص الانتساب. هل أسوي انتساب أو ما أسوي انتساب؟ وش وقت ينزل وما أعرف شنو. طبعا الانتساب أولا ينزل ورا تقريبا ورا بداية الدوام بشقد ب15 يوم هيك تقريبا. زين، الانتساب تسويه بشي واحد إذا أنت داخل خصوصي. ما عليكم بالكتاب داخل خصوصي. زين، يابا أنا ما داخل خصوصي على اليوتيوب، مو مشكلة. عندك يوتيوب تدرس على اليوتيوب ملتزم وعاد يمتحنك سوي انتساب عاد سوي. داخل خصوصي سوي. كون أكو مهم أكو هذا يجمعهن شنو قائمة، يجمعهن أهم شيء مركز الأساسي تركز عليه شنو فينكم شنو هو الالتزام. إذا أكو هذه الالتزام فأنت مبروك عليك 99. ماكو هذا 50. ما تقتنع طبك مرض. زين، هذا أنا صريح. شوفوا، أنا سويت انتساب بداية الدوام. زين، سويت انتساب عن يقين، وبعد ما بحثت وتعمقت ما أتخذ الشيء ما أتخذه بسرعة. لا، أدرس خططي، أشوف للمستقبل، أشوف أعطي نظرة عميقة للجانب البعيد. هل أنا ملتزم؟ هل أنا أستطيع أنه ألتزم؟ إذا سويت انتساب لوحدي باليوتيوب تقدر سوي، ما تقدر لا تسوي. خصوص الانتساب، أنا سويت أول سنة انتساب، طبعا كلش فادني رغم أن الظروف مرت بها هواي. ظروف صحية كانت، منها تمرضت، ظروف صارت عندي وفيات، هواي أخذت من عدة أيام حقيقة. ورغم هذا هو فادني واختصر من الوقت. رغم أنا متأخر بالمواد، تأخرت تقريبا بالإنجليزي ويونت خامس، وبالعربي شو اسمه هذا ذكروني بيه بالفيزياء تقريبا هم فصل خامس، بس أنا تأخرت بهن. اللي بقيت المواد كملتهن، ورغم أنه هواي أيام صرفت أنا. فالانتساب فرق الحقيقة. زين محمد، احنا نريد نسوي انتساب، بس شنو يعني بس التزام؟ لا، أهم شيء شوف، واحد تقرأ المحاضرة، تقرأ لك باليوم كل يعني ما أعرف شو أقول لك، أنت حسب إمكانيتك، حسب إمكانية الطالب. مو مشكلة، أقرأ باليوم 3 محاضرات كل مادة، أو مثلا نسوي 3 محاضرات هاي المادة الطويلة، محاضرتين المادة القصيرة، محاضرتين المادة القصيرة. ورا ما تكمل يا حبيبي يا نور قلبي تراجعهن. راجعتهن كملت، خوش صرت خوش ولد، خوش صرت خوش بنين. وراها شنو هاي الثانية، شنو صارت 12. زين، كلش مرتب. المهم أكو واحد يمتحنك، يابا أنت أمك مدرسة، أمك دكتورة، أنت أمك أبوك عندهم شو اسمه هذا مهندسين. المهم عندك واحد يمتحنك، عندك أخوك، عندك ابن عمك، ابن خالك، ابن جدك، ابن خالك، أشكال أنواع الأشكال. المهم أهم شيء واحد يمتحنك، عندك امتحانات، عندك قناة تاخذ بيت واحد يمتحنك فقر، مو مشكلة. أي واحد يمتحنك، مهم امتحانات 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 امتحانات. تمام، تمتحن تقرأ وتمتحن، تقرأ الله يسخن وجهك، تمتحن. ما تمتحن انسى شيء اسمه معدل واسخام قسطك. زين، اللي يطلع معدل يمتحن، يقرأ ويمتحن. زين، أنا كانت عندي ناقصنا بس الامتحانات، والله كان طلعت معدل يعني جيت بدون امتحانات، والوحدي هسه تقريبا معدل يطلع ب80. رغم هذا ما معدل ما قابل به حقيقة يعني. وأنا مأجل مادة واحدة يمكن راح أعيد يعني، لأن مو هذا اللي أريده أنا حقيقة. عندي طموح أكثر. الانتساب هاي مضار الانتساب. فاحنا قلنا الانتساب يفيدك شغلة واحدة، إذا أنت ملتزم وعندك خصوص، عندك واحد يمتحنك، عندك شيء ما ملتزم، فما أنصحك بالانتساب داوم. حتى الناس حتى يمتحنونك في المدرسة، إيش قد ما بيك خليهم يمتحنونك، إيش قد ما بيك حضر، إيش قد ما بيك اقرأ، إيش قد ما بيك موت روحك. ما أقول لك موت روحك، خلك راحة عادي. والله خذ بضحك سادي، جبت ضحك يعني.
ولا مهتم له اصلا والله العظيم. صح اتعب وهاي بس ما اروح ابكي، وخاصة هذول البنات يعني تمطر 110 عكوبين ويجفن. كذب كذابات والله. يا مالكم مالكم غلط. كل سجاج على روحه والمو سجاج على روحه. اقرا وحظ وادرس وما ادري شنو، ما له علاقه بواحد. هاي نصيحه المفروض توجه لي مو. لا والله انا ما جبت حياتي والله العظيم. ما يوم واحد اهلي من يوم سجلون اللي جاي انا بس درساني مره واحده ابوي. ايش درسوني خفيف، جايب لي حاط سبوره، تعرفونها هاي السبوره الصغيرونه وبيها حيوانات ما اعرف شنو. هو درسني الحروف انا ما اعرف. درسني الحروف زين، فهمت من عندي وهاي. شير طقني بسؤال خارجي قاعد يكتب له الله. قلت له ابوي ما اعرف اكتب الله. قال ولك هاي الدنيا كلها والاسلام كلها تكتب الله، تو ما تعرف تكتب الله؟ شابوي انا ما باخذ. الله استغفر الله. كسر شرب كسر هذا. قلت لي اكتب لي بعير هسه موجود، اكو جمل واكو حصان واكو ببغاء، اكتب لي واحد عم اكتب لك اياه. كانت جتني سؤال خارجي قبل استوقت تعلم الحروف بالاول ابتدائي وقال لي اكتب لي الله. الله عايش شر البلية ما يضحك. انا قلت لكم من البدايه انا كنت والله العظيم بس هاي اظن سواها ابوي الدنق الخايسه. ومن عدة ضليت اقرا بعد واحد انا اتكيت على نفسي. كنت والله ما كنت عبالك عود مثلا عندي طموح عود رسول دكتور وما شنو هاي سوالف، لا ابد ولا ينبالي حد الهسه ما ينبالي والله العظيم هيك ذاك. بس كنت ما احب اخسر، ما احب واحد يشوفني خسران بأي شيء بحياتي. ما أحب واحد يشوفني خسران أو واحد يشوفني واحد ينكسر خاطره علي نهائيا. وما أعطيت روحي واستمريت لوحدي رغم الظروف. وقصتي طويلة كلش والله العظيم، اللي يعرفها يبكي على حالي. بس ما خليت واحد ولا ردت واحد يشفى مثلا شو اسمه هذا يستعطف علي، لأن مو من عوايدي عيب علي أنا زلمة يستعطف علي ولا شيء. المهم احنا جبناها على شيء. انت ايش قد ما تطمح وايش قد ما هاي، وتذكر وراك يعني وراك شمات، وراك ناس تلقاك تطيح والله واسفل الله العظيم انا ما تجيب معدل. فعيب عليك والله العظيم انت وانت. مو مشكلة جيب ب80 عادي، انا يجوز ما اقبل بيه، بس المهم تجيب معدل. المفروض تلتزم، المفروض اقاتل من اول الى اخر السنة. والله العربي انا شايفين العرب جد نصف السنة شقد اخذت بيه شقد 65 والله 65 هاي 65 مرتين اخذت نصف السنة 65 والساعة الاول 65. قلت معقولة بالوزارة؟ والله شديت حيلي وانا كنت ضعيف بالعربي. رغم هاي ما خليت مصدر ما قريت عليه، ما خليت ملزمة ما قريت عليه. طبعا ما لازم غير الزويل معروف قريت على شو اسمه الحارة معاجرة شو اسمه هذا اللي صارت عركب حقي. مراجعات مال رفل الزبيدي ومال حمزة جابري، وكنت ما افهم عليهم ارجع لعقيل الزوايدي المحاضرات الاصلية اطلع اللقطة اللي ما افهمها واقراها. حرفيا ضبطت كل شيء. بس كان التوكيد عندي بالوزارة نسيته، حرام والله نسيت. وقتها كنت مريض واستعجلت بالكتابة وأخذت 89. رغم هذا وكان عندي الأدب صح، قصايد صح، نشاء صح، كله صح. بس هذا إني تقريبا فرعين غلطت بيهن سوالي 89 حرامات يعني كانت. وهاي يعني مو عيب يعني واحد ما يغلط، بس الاستمرار بالغلط هو العيب. إن شاء الله أكون فدتكم وعرفت وطلت عليكم. هاي 9 دقائق صار لي هواي سوالف حلوة وياكم أنا قلت هاي. بس إحنا ما جينا على مود ناكل، جينا على مود نسولف. في أمان شني في أمان الله والله. إذا دولنا شوي وارجع.